السيد حسن عيلي خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Your Highnesses, أصحاب السعادة، Excellencies, distinguished guests, الضيوف الكرام، ladies and gentlemen. أيها السيدات والسادة، It is an honor for me إنه to attend the لشرف بالنسبة لي 17th أن Doha أحضر Forum. هذا المنتدى، منتدى الدوحة، في النسخة 17 والتي ساهمت في النقاشات التي جرت في المؤتمرات المختلفة، سواء تتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية وكذلك القضايا الإقليمية والدولية، والتي كذلك حفزتنا لنفكر في كيفية تعاطي مع بعض هذه القضايا. وهنا أتطلع للمشاركة في هذه النقاشات التي تجري في هذا المنتدى. أريد أن أشكر وأعبر عن امتناني لدولة قطر لاستضافة هذه الفعالية المهمة، وكذلك نريد أن نشكرهم على حفاوة الاستقبال. نشكركم جزيل الشكر. هذه السنة تستضيف هذا المؤتمر تحت عنوان التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين، التي أتت في وقتها المناسب أخذا من الاعتبار هذه الأزمة التي بدأت بشكل متزايد تشكل عددا من القضايا بما في ذلك اللجوء وكذلك النزوح القصري في بلدي صومال. هناك عدد من القضايا بما في ذلك الكوارث الطبيعية والفقر وما إلى ذلك، مما أدى إلى حركة معقدة تسعى من خلال الصومال إلى حل، سواء تعلق الأمر داخليا في الصومال وكذلك عبر الحدود لدول الجوار بما في ذلك دول الخليج وعدد دول الخليج. لدينا ما يزيد من 1,000,000 من النازحين الداخليين وكذلك عدد كبير من اللاجئين في المنطقة. الصومال تبقى واحدة من الدول التي تعاني من الأزمات المعقدة ذات الأمد الطويل، بالإضافة إلى أنها تعتبر دولة مصدر بالنسبة لآلاف اللاجئين. الصومال كذلك هي دولة كذلك تستضيف اللاجئين من المنطقة بما في ذلك لاجئي اليمن. صاحب السمو، أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة، كما تدركون إن هذا يعتبر مشكلة بالنسبة للشباب، وبالتالي هذا أدى وأودى بحياة عدد كبير جدا في أعالي البحار، خصوصا من الشباب من الفتيات والفتية الذين يعتبرون كذلك من الموارد الأساسية بالنسبة للدولة، وكذلك يعتبرون أمل الدولة الذين يجازفون برحلة إلى دول أخرى لحصول على سبل عيش أفضل. إن حكومتي هي كذلك مستعدة للعمل مع الشركاء المختلفين من أجل تغيير هذا الوضع وكذلك من أجل إرساء الظروف التي تؤدي إلى الرفاه وكذلك الاستقرار في البلاد. أريد أن أغتنم هذه الفرصة نيابة عن الحكومة الصومالية وشعبها لأشكر كل الدول التي تستضيف اللاجئين والنازحين طالبي اللجوء الصوماليين. أريد أن نشكركم كذلك على هذه الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، وبالتالي هذا يؤدي إلى كلفة عالية جدا بالنسبة لهذه الدول، ونحن نبقى ممتنين لهذه الجهود. بالنسبة لحق العودة، أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكل الشعب أن حق العودة الطوعية لبلاد الصومال هي مضمونة. أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة، فيما يخص الدوافع المختلفة التي تؤدي إلى النزوح القسري، هي تعتبر مهمة كبيرة وبالتالي تحتاج الكثير من الموارد، وبالتالي ندعو كل أصدقائنا خصوصا إخواننا من الدول العربية ليساعدوننا في هذه القضية المهمة، وكذلك من أجل تعزيز التدابير من أجل تحقيق التغيير، على الرغم من أن الطريق الماثلة أمامنا هي طويلة، لكننا قمنا بالكثير من الجهود للنزوح. أيها السيدات والسادة،